أعزائي المستمعين في أول حلقة من بودكاست حب ولا صياح. هنا المكان اللي هتبعتولنا فيه مشاكلكم العاطفية أو صياح عن علاقتكم، وهنقول لكم تعملوا إيه أو هنصيح مع بعض، أيهما أقرب يعني، وهو بدل ما تصيحي لوحدك. ونبدأ حلقتنا بمشكلة مبعوتلنا على صراحة بتقول: أنا مرتبطة بواحد بقالنا 3 شهور وأنا بحبه وهو بيحبني. طب حلو، أهو علاقة حب جميلة، بس مش عارفة، حاسة إن في مصيبة جاية، خلونا نكمل. بس هو خاطب وأنا عارفة. مش قلتلكوا في مصيبة جاية؟ تس أنس شعبان. أهلا بخطافة الرجالة، أهلا. يعني هو خاطب وانتي عارفة ومرتبطة بيه عادي، وبالنسبة لخطيبته دي ايه؟ طرف تالت في العلاقة؟ بس خلونا نبص للجانب الإيجابي. اهو الراجل قال إنه خاطب عشان بيبقى معاه ليلى وآسر وبينسى يقول إنه متجوز أساسا. خلونا نكمل ونشوف آخرة الحرباية دي ايه. بتقول: بس بتضايق لما بينزل معاها أو بيقابلها أو بيكلمها. صوت طبيعي حبيبتي تتضايقي، ما هو مع واحدة تانية، وبعدين انتي اللي موجودة غلط يا حرباية. لا، وبكل بجاحة بتقول لنا أعمل ايه عشان يسيبها ويجي يخطبني أنا. ابلعي ريقك يا حبيبتي، ابلعي ريقك أحسن ما السم يقف في زورك. بصي يا حبيبتي، هو لا حبك ولا حب خطيبته، ده راجل قلبه قلب بطيخة، واللي يعمل كده في خطيبته لما يخطبك هيعمل فيكي كده. والراجل الخاين بنسيبه، مش بنجري وراه عشان يخطبنا. ومعلش، ما هو مش من قلة الرجالة رايحة تحب واحد خاطب، هو اللي مرتبط ده بيبقى عليه سمسم يعني. ضميرك هيكون فين لما تبني سعادتك على حساب واحدة ملهاش ذنب؟ ونكمل حلقتنا ومعانا مشكلة تانية من راجل باعت يقول: أنا خاطب بقالي سنة عن حب 3 سنين، وكانت علاقتنا حلوة جدا وزي أي علاقة فيها مشاكل عادي وبنحلها. بس العلاقة كانت حلوة، بس دي يعني فيها خازوق. بس عجبني إنه راجل متفهم وبيقول فيها مشاكل وبنحلها. بس إيه بقى؟ بس إيه؟ بس آخر خناقة بينا كانت شافتني وأنا بخونها. أنا قلت مفيش علاقة تمشي سالكة كده، راجل خاين كمل. بس في حلمها واتخانقت ونكدت، ولحد دلوقتي بتقول انت خنتني وصالحني. طلعت ظلماك وطلع في حلمها. هي جديدة دي بصراحة، بس برضه قلب الست بيحس، طالما حلمت انك بتخونها يبقى انت خاين فعلا. اعمل معاها ايه دي وانا والله العظيم ما خنتها؟ شوف، في الحالة دي انت صالحها واسمع الكلام وعدي ليلتك، معلش قدرك كده. وبعدين من مكاني هنا احب اناشد البنات، كفايه هرمونات ونكد، الرجاله هتطفش. تحلمي انه بيخونك، ممكن يكون عندك حق وقلبك حس وبيديكي اشاره، او كنتي سهرانه على مسلسل تركي واثر عليكي. بس خليكي ذكيه، رقديله لحد ما تقفشيه متلبس عشان ما ياخدش حذره، وخليكي فاكره المتهم بريء حتى تثبت خيانته. وبكده يكون صياحنا النهارده خلص. مستنيه ايه رايكم في الحربايه اللي بتدخل تبوظ العلاقه؟ وكمان ايه رايكم في الحلم بتاع الخيانه؟ هل هو فعلا خاين وقلبها حس، ولا ده مجرد حلم؟ وكمان لو انتوا عندكم مشكله عاطفيه او صياح اكتبوا لنا في الكومنتات او على اللينك صراحه اللي هتلاقوه تحت الفيديو. واشوفكم حلقه جديده من حب ولا صياح. باي.